السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أي حد يعني وصل له الفيديو ده يا ريت يكمل الفيديو ده للآخر، عشان الفيديو دوت أنت كده هتستفاد منه، عشان في أيام داخلة علينا مهمة أوي، أيام داخلة علينا لازم أن تعرف قيمتها. حاجة كده حبيب أخوك، إحنا داخلين على يوم ربنا ممكن يغفر لك ذنوب السنة اللي فاتت كلها لو صمت اليوم ده، يعني ذنوب سنة سودة، يعني ذنوب سنة يعني أنت عالم بيها أكتر مني. السنة ديت بقى اللي فاتت ديت، لو أنت صمت اليوم اللي أنا هقول لك عليه ده ربنا يغفر لك الذنوب اللي حصلت في السنة اللي فاتت دي كلها. طب اليوم دوت اسمه إيه؟ اليوم ده اسمه يوم عاشوراء. اليوم دوت بقى يعني ركز معايا، اليوم ده النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبلها. الله عز وجل يغفر لك ذنوب السنة اللي فاتت دي كلها لو أنت صمت يوم عاشوراء ده. فأنت مستني إيه؟ يعني بجد أنت مستني إيه؟ يعني في ذنوب متقلة قلبك، يعني لسه قلبك مكسور، لسه حزنان، لسه طهقان، لسه جهز نفسك، عشان يعني خلاص يوم عاشوراء داخل عليك يا صاحبي. قوم ارجع لربك، قوم عشان يعني إيه؟ الله عز وجل يدخلنا الجنة انا وانت. اليوم ده يا جماعه، اليوم ده عايزين ناخدوه كده من اوله. اول حاجه اللي احنا نحافظ على الفروض الخمسه، ده اساسيه في عاشوراء وفي غير عاشوراء. ثم بقى اللي احنا نصوم، ثم بقى نقرا القران اللي انت بقالك كتير ما فتحتش اصلا المصحف طرب عندك على المكتبه هتلاقيه، ولا طرب عندك في البيت، فنفتح المصحف كده حبيب اخوك ونقرا كلام الله عز وجل. يعني والله ما في احلى منه، والله كل الاعمال الصالحه في اليوم دوت انا عايزك كده ايه تغتنمها، تمام كده، ما تفوتش اي حاجه. يوم تسوعاء بقى اللي هو قبل يوم عاشوراء، صاحبي اليوم دوت سنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. لو انت عايز تصوم كده، لو انت عايز تصومه فديت سنه برضه. سعاء دوت مش بس اللي انت بتستعد ليوم عاشوراء، لا، سعاء دوت اعلان ثبات واعلان صدق مع ربنا. احنا مش بس بنصوم في اليوم ده، لا، احنا يعني ايه عايزين نقف وقفه رجاله كده في اليوم ده، ان دي ايام انت بتثبت عند ربنا ان انت مش زي اي حد. ميز نفسك، ايام بتقول فيها يا رب انا مع سيدنا موسى مش مع فرعون. يعني اليوم دوت اللي احنا عارفينه اللي هو سيدنا موسى نجا بفضل من ربنا في اليوم دوت من فرعون وجنوده. القصه اختصارا كده يا جماعه، يعني القصه والله يعني سبحان الله بجد. سيدنا موسى عليه السلام فرعون كان بيلاحقه هو وبني اسرائيل، فضل يهرب لحد ما خلاص بقى البحر قدامه، البحر مفيش حاجه، مفيش مهرب، خلاص محيط زي ما بيقولوا، حتى ما فيش اللي هو يعدي الجنب التاني بمراكب ولا اي حاجه. فالمهم اللي هو اول ما لقى البحر قدامه وقف كده، خلاص وقف، ما فيش اي مهرب تاني. قوم بني اسرائيل اللي كانوا مع سيدنا موسى تعرف قالوا ايه؟ قالوا انا لمدركون، خلاص احنا فرعون ورانا والبحر قدامنا وفرعون هيجي يعني هيقتلنا واحد ورا التاني دلوقتي. بحب اتخيل سيدنا موسى كده اللي هو فاهم، بص لهم وقال كلا إن معي ربي سيهدين. لا أنا بفكر بتفكيركم ده، لا أنا معايا ربنا مش هيسيب. طول ما أنت مشيت مع ربنا مش هيسيبك. طول ما أنت مشيت على طريق الله عز وجل، وطول ما أنت مشيت على طريق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ربنا مش هيسيبك. بالتالي سيدنا موسى قال كلا إن معي ربي سيهدين. يا جماعة بقول لك ده قدامه بحر خلاص. فأنت تخيل بقى الشخص لما بيستحضر ان الله عز وجل معه في كل مكان، لا سيما ان هو نبي. بص الله عز وجل لما شافك كده، لما شافك ان انت واثق ان انا معاك في كل وقت، الله عز وجل قال اضرب بعصاك البحر، بالعصايه اللي معاك دي تضربها في البحر انفلق. ده عشان شخص قال كلا ان معي رب، كلا انا معايا ربنا، كلا ربنا مش هيسيبنا يا جماعه. هو ده كان سيدنا موسى اللي كان عشان كده البحر اتفلق ليه وعدى هو وبني اسرائيل. فرعون هو اللي غرق في الاخر. يا عبد الله، يا عبد الله، اجعل شعارك في يوم عاشوراء كلا إن معي ربي سيهدين. خلي شعارك في اليوم ده كلا أنا معايا ربنا، كلا أنا ربنا مش هيسيب، كلا أنا ربنا هيغفر لي سنة فاتت. يا جماعة دي مش أيام عادية، دي أيام نكتب بيها تاريخ مع ربنا. قوم دلوقتي بقى كده إيه، جهز نفسك. أنا قلت يعني إيه أجي أقول لأخويا عشان يجهز نفسه، وجهز قلبك وجهز نيتك كده، واصحى كده ورتب نفسك على الأيام اللي إحنا داخلين عليها دي. كده نصحى من غفلتنا يا جماعة، إحنا في غفلة والله، عايزين نصحى كده من غفلتنا في الأيام اللي جاية دي، عشان دي أيام مغفرة. أسأل الله عز وجل أن يغفر لي ويغفر لك. صاحبي يخلي عاشوراء بداية جديدة لحياة جديدة وصفحة جديدة مع ربنا. بس كده، سلام.